والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهجرة أو انتقال يعني باركرنا من بلد الشرك إج بلد الشرك إلى بلد الإسلام. تبتشي بال بلد إسلام. وبلد يعني باجرة. ومعنى هجرة يش هجر هادي. وهجر يعني ترك كرنا تشتكي ترك بك مش أخذبونا مدبيجن بجا أوا مروف دمي نش الديني خواب ريفا ببت هنگي فرض سر مروف بچت بول بلد إسلامي با بلد إسلامي كيشكا أوا يه بانك لبه دانه نویش لبین کرنه خطبه لبین خواندنه و ججن لبین کرنه بسرمانه. وهي فريضة على هذه الأمة. وهي يعني بحث هجرتك فريضة فرضة على هذه الأمة سرفي أمتها هني چتش فرضة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام يعني تو هجرت بكي اش بلد الشركة باجر الشركة تبچي بال باجر إسلامي با. وهي باقية اف هجرتها هني باقية يعني ماي حتى كانجي إلى أن تقوم الساعة حتى قيامة رابط تقوم الساعة الفيري يعني قيامتها هندي قيامتنا رابي هجرتها رهي. والدليل قوله تعالى دليل قدنا خد تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إن الذين هنديك أو كسنة بحثوانا أو هجرت نكرين توفاهم يعني أفت مرين وملائكة رحتوان استاندين أوانا چكري ظالمي أنفسهم كو ظلم النفس خاكر بوچه ظلم النفس خاكرين كو هجرت نكرين باجر الشركي نهلاين بچنبال باجر إسلامي با. ملائكة دي بجنوانا قالوا فيما كنتم وچدكر وبوچي هجرت ندكر اوه هذه چه بجن اوه هجرت نكرين قالوا كنا مستضعفين في الأرض دي بجن ام هنده مروف بين مستضعف بين يعني بيچاره بين لاواز بينت عرده دا مشيان بين ام بچن ملائكة دي بجنوانا قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أري باشا معرض خود تعالى نبر فرها واسعة برفرها فتهاجروا فيها كوا هجرت دا كربا ديف دا خود تعالى بجد فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا بجد اف مروفتها اوت هجرت نكرين كو باجر الشركين نهلان والقلب پیغمبرش مكه نچون مدينة جهوانا جهنم وساءت مصيرا كو بيسترين جهة مصير يعني دماغی که بشری که مصير چتشته جا مصير وانا دماغی که وانا جهنم و پیسترین جهه بله با خود تعالی جیک جدا کرد يعني هندکی تین شیان نینن هجرت بکن او خود تعالی دلوان بورد وكي خود تعالی بجد إلا المستضعفين بجد او تنبن اوت بيچاره يعني اوت لاواس اشكي من الرجال الظلامة والنساء الجنكا والولدان إجبتيكا لا يستطيعون إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا
يعني أفيت هني چريك بخوانات ديتن ريقنات ديتن أبريقنات كاتن هروسا ولا يهتدون سبيلا وبريك جينا كفن كودتشا قصدا مدينة كن سبيل الفير بحثا ريكا مدينة يعني وان شريك نبين بچن بخوا بي قصدا مدينة بكن چنكي بي چاره بين و بچيك بين يان نساغ بين يان هر أسبابك دي هبت وجا أفتاني يد خدان عذر خد تعالى بجد فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم بجد أها أفتاني خد تعالى دلوان بورد وكان الله عفوا غفورا هنديك خد تعالى عفوا يعني ديوان عفيك دلوان بورد غفورا وهروصا دي قلنا هتوانجي جيبت انكو افمرو فيتا هي هيا خد تعالى الوان ببورد هروصا خد تعالى بجد يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون خد بجد يا عبادي الذين آمنوا يا عبد من الذين آمنوا أود وباوري إناي إن أرضي واسعة بجد هنديك عرض منا يبرفرها آنكو هكر الجهة تنشياتو عبدين يا خد تعالى بكي تو يبتني بارسي خد تعالى بجد عرض من برفرها فإياي فاعبدوني بجد فيجا مبتني بارسة أنكو عبدين يا من ابتني بك قال البغوي رحمه الله إمام بغوي كمفسرة رحمه خد السربت أدبجت سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان بجد سبب نازل بنا في آياتهن في المسلمين بو بصرمانا الذين في مكة أول مكة لم يهاجروا هجرت نگرين بو مدينة چنكي صحبتا هنه همي هجرت أوا كو پیغمبری هجرت کرش مكة بو مدينة وجا ناداهم الله باسم الإيمان أوي هجرت نگرين خود تعالى ناداهم يعني غازيوان كر ابناو إيمانه چنكي قد يا عبادي الذين آمنوا يا أو عبد من أوت وباوري إيناي والدليل على الهجرة من سنتي دليل السر هجرته السنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام هر وقت حديث دهاتي كو پیغمبرت بجد عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة پیغمبرت بجد عليه الصلاة والسلام هجرت نا قطع کرنه حتى توبه بتا قطع کرنه آنکو چه گاو توبه نما هنگی جی هجرت نامیند و پیغمبرت بجد عليه الصلاة والسلام ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها و پیغمبرت بجد عليه الصلاة والسلام و توبه نا قطع کرنه حتى تطلع الشمس من مغربها حتى تطلع يعني دركبت شمس من مغربها طاف دركبتش آل غربه مغرب بحثا غربت كد نوكش شرقت دركبت طاف چه گاواش آل مغرب دركت هنگ بزانه توبه دينا تقبل کرنه و گل گاوا توبه نه تقبل کرنه هنگ هجرت جي نامينت ده قيامت